السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة بقى تشوف القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك كده للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ هنعمل بسبوسة الاكياس، دايبة ومرملة واحسن الف مرة من اللي بتيجي من المحلات، وموفرة جدا جدا وبخطوات بسيطة وسهلة. هنعملها مع بعض. دي بسبوسة الاكياس. بسبوسة الاكياس هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وندخل بقى على الفيديو. دي بسبوسة ايه؟ بسبوسة حلو الشام. حلو الشام فيها طبعا كل حاجة، فيها سكرها وفيها البيكنج باودر بتاعها وفيها كل حاجة، بس انا برضو هحط لها بيكنج باودر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ بالخطوات بتاعتنا كده. اي بنوتة صغيرة كده هتدخل تعملها بكل سهولة زي بناتي كده. جبت 4 معالق بالظبط من السمنة. 4 معالق من السمنة وعليهم علبة من الزبادي. علبة كبيرة، ده زبادي بلدي. العلب الكبيرة علبة حلوة كده. لو هتستعملوا الزبادي الشركات حطوا علبتين، ملناش دعوة خالص باللي مكتوب على الكيس. احنا هنعملها بطريقتنا احنا السهلة البسيطة اللي تطلع معانا في الاخر ناجحة. عايزة كوباية زبادي حلوة كده، ولو الكوبايات الصغيرة بتاعت الشركات دي حطي علبتين. هنحطها هنضربها حلو قوي 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 مع السمنه. كانك كده تحوليها كانه كريم شانتيه بالظبط. هتمسك في بعضها كده وتختلط بالزبادي حلو جدا. لا هنبست البسبوسه بتاعتنا ولا هنكرملها ولا هنعمل اي حاجه. هنخلط الخطوات دي كلها كده مع بعضها حلو قوي، ونخلطهم ببعض. خطواتنا بسيطه، اللي هي الزبادي والسمنه مع معلقه صغيره من البيكنج باودر. طب هي فيها كل حاجتها البيكنج باودر. حطيتي بيكنج باودر ليه؟ انا مش بحب البسبوسه اللي بتبقى يعني حته واحده كده في الصينيه. بحبها تبقى يعني ايه، مرتفع حاجه بسيطه كده. يعني هترتفع حاجه بسيطه وفي نفس الوقت هتمسك من حبيبات الصينيه بتاعتي، ما تخليهاش مفرفته ولا مفككه. ده شغل، ده دور بقى البيكنج باودر. هقلب كل الكلام ده بقى مع بعض. انا ما بحطش لبسبوسه الاكياس بالذات، لا بحط لها عسل ابيض ولا بحط لها عسل جلوكوز جوه البسبوسه نفسها. ليه؟ لان هي بيبقى سكر فيها كفايه، فلو حطيتي عسل ابيض او عسل جلوكوز من جواها هتبقى مسكره بزياده. وكمان احنا هنسقيها شربات. الشربات بتاعي بس هو اللي هحط فيه معلقه من عسل الجلوكوز عشان خاطر لو اتركنت معاكي البسبوسه ما تسكرش منك. كده تمام. انا حسيت انها ناشفه شويه، جبت لها معلقتين 2 ميه في نفس العلبه بتاعه الزبادي دي. حطيت معلقتين ميه كده، شطفتهم يعني عملتهم كده مع بعض وخلطتهم عشان لو في بقيه زبادي ولا حاجه تنزل في البسبوسه بتاعتي في نفس العلبه بتاعت الزبادي دي. شويه ميه صغيرين بس. إيه سهله وبسيطه اهيت، ولا هنحط لبن ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين هنسويها بقى في قلب الصينيه. انا من الاول خالص انا دهنه الصينيه بتاعتي ومولعه الفرن بتاعي عشان ما تنفعش البسبوسه تتركن على ما تعملي كل ده. البسبوسه تتحط تتسوى في الصينيه تدخل الفرن على طول، عشان خاطر ما تشربش السوائل بتاعتها وتنشف معاكي في الفرن. هنحرك نخبطها كده كام تخبيطه. البسبوسه بتاعتنا هنخبطها كده كام تخبيطه ونظبطها بقى وتسويها بقى كده، ما تبقاش فيها حته عاليه وحته واطيه. ونكون مولعين الفرن طبعا بيسخن حوالينا. هنقوم رايحين بقى احددها بس كده زي ما انتم شايفين اهي. هحددها وبعد كده هبدا بقى ايه، ازينها. طبعا عندك مكسرات، عندك اي نوع مكسرات. انا يعني الفول السوداني تحت متناول ايدينا ورخيص كده وابن حلال. ما اثرش معانا في حاجه خالص. انما المكسرات طبعا غاليه، وما يعني من الوقت يعتبر ما فيش بيت فيه مكسرات يعني. احنا مش لا في موسم رمضان ولا غيره. بس يعني اسهل حاجه كده بالنسبه لي هي كانت الفول السوداني بصراحه. اهو هجزأها بقى كده طبعا عليه على كل بقى مربع كده. هحط ايه كام واحده كده، 3 وحدات كده في كل مربع من يعني من الفول السوداني. ما جرشتوش، عايزه تجرشيه بقى وتحطيه كده على كله مره واحده. براحتك خالص، بس يعني كده شكلها حلو برضو. هنعمل بقى الشربات بتاعنا، شربات البسبوسه. انا هعمله كوبايه وربع من السكر عليهم كوبايه وربع من الميه. كده بالنسبه لي السكر مظبوط جدا. وهحط معلقه العسل جلوكوز، وهعصر عصره ليمونه وظرف واحد بس من الفانيليا. ظرف الفانيليا ده انا هحطه بعد ما الشربات يغلي. بعد ما يغلي وخلاص هطفي عليه
بحط ظرف الايه الفانيليا. انا كنت مصوره بصراحه لقطه عصره الليمون ولقطه الفانيليا، بس طبعا كالعاده التليفون عملها بقى معايا وما صورش اللقطه دي. بس انا عملت معاكم الشربات قبل كده كتير، يعني تقدروا تشوفوه كده في القناه، يعني عملته كتير معاكم بالتفصيل اهو. هجيب بقى، دي كانت اخر معلقه بصراحه في قلب العلب، في قلب البرطمان بتاع العسل الكلوكوز ده. بس يعني العسل الكلوكوز لما بتحط للشربات بصراحه بيخليه ناجح، ما بيخليش الحاجه تسكر معاكي، وبيبقى حلو جدا. انا حاطه بالظبط المقدار ده، كوبايه وربع من السكر عليها كوبايه وربع من الميه، طلعت كده بالظبط مظبوطه معايا بالملي. يعني انا الجلاش مثلا بعمل كوبايه ونص وكوبايه ونص، انما البسبوسه عشان خاطر البسبوسه نفسها جواها سكر كتير، فانا بحب ان انا ايه يعني اظبط السكر على حسبي انا. يعني انتوا عايزينها مسكره اكتر من كده، تقدروا تعملوا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه، هيبقى حلو جدا. ومعلقه بقى الايه، معلقه العسل الكلوكوز دي. بس دي كانت اخر معلقه كده، يعني اعتبروا معلقه كده من بتاعه الاكل، لان انا نزلت معلقه صغيره كده اللي هي معلقه الشاي دي، وكملت الباقي بقى بالسباتيولا كده، فنزلوا كلهم يعتبروا معلقه كبيره كده من معلقه الاكل بتاعتنا عسل كلوكوز على الشربات ده. المقدار اللي هو كوبايه وربع من السكر على كوبايه وربع من الميه. طلعت بقى البسبوسه بتاعتنا باللون الذهبي الحلو ده، خدت بقى الاطراف كده بدات تحمر، شغلت عليها الشوايه لغايه ما خدت اللون الذهبي ده. انا مش بحب اغمقها قوي عشان ما تبقاش ممرره. تمام، سقيتها بقى شربت الشربات بتاعي زي ما انتم شايفين كده. يبقى البسبوسه بتاعتنا ناجحه 100%. انا حاطه بقى الصينيه على طبق، لانها كانت البسبوسه سخنه جدا، والشربات طبعا بيغلي، لازم الاتنين يكونوا سخنين. وهغطي عليها بصينيه، حطها رافعاها بقى على طبق كده، عشان خاطر المفرش بقى ايه بتاعي ما يسيحش بصراحه. وهو الوقت بقى غالي قوي، يعني ده عدى 60 جنيه دلوقتي. فعشان ما يسيحش بقى انا رفعته بس على طبق كده وغطيته بقى. بردت بقى تماما، بدأت بقى ايه اقطعها كده ايه معاكم زي ما انتم شايفين كده. هاخد بقى المربع اللي انا حاطه عليه السوداني ده وهحطه في الطبق، وهتشوفوه والله دايبه وناجحه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم والله العظيم ما باتت، يعني هي ما باتتش، بمعنى ما باتتش، من انجح الطرق اللي تشوفوها، من غير بقى لا كرمله سكر ولا تبسي بقى السمنه في البسبوسه الاول ولا الكلام من ده. بسبوسه الاكياس يا بنات لها طريقه غير البسبوسه السايبه، غير الدقيق السايب اللي احنا بنجيبه من عند العطار. تمام، يعني دي له طريقه ودي له طريقه زي ما انتم شايفين كده. والزبادي مخليها تحفه بجد، حلوه جدا جدا جدا. عايزاكم بقى تجربوها بطريقتي. وبالله عليكم ما تنسونوش بقى في اللايك. القناه ما فيش فيها لايكات خالص، القناه واقعه بسبب عدم اللايكات. بالله عليكم انا محتاجه اللايك جدا جدا. اختكم محتاجه لدعمكم بالدعم. الدعم الوحيد اللي تعملوه لي ان انتوا تحطوا لي بس اللايك. يعني ناس كتير بتتفرج ومش بتحط اللايك، ليه بقى؟ حتى لو الفيديو مش عاجبك يا ستي حط ديسلايك. اي تفاعل يكون على القناه باللايك او الديسلايك ده بيرفع برضو من القناه. يعني حتى لو الفيديو مش عاجبكم حطوا لي ديسلايك، انا راضيه يعني. وان شاء الله الفيديو يعجبكم والطريقه تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه عليكم. وده كده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.